برحب بحضراتكم مرة تانية وعلى موعد مع كتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب. الحقيقة محفل ثقافي مهم جدا. بنلتقي دلوقتي بالكاتب أستاذ جابر بسيوني وبيتحدث عن كتابه محمود الكمشوشي أسطورة الزجل. أهلا بحضرتك. أهلا بيك أستاذة نهاد. نقول معلومات كده عن هذا الزجال أو الشاعر الكبير. هو ولد في الإسكندرية 1915، رحل 1971، كتب طبعا الزجل والمنروج، وكتب أو اللي كتب ليهم بقى محمود شكوكو ده معظم أعماله، وإسماعيل ياسين. ده هنحكي بقى الحدوته. الكتاب أولا ليه اخترت الزجال محمود الكمشوشي تحديدا؟ هو الحقيقة أنا لم أختاره، يعني أنا لما اخترتوش هو اللي اختارني، لأن هو أنا الحقيقة الأستاذ محمود الكمشوشي رحمه الله رحل في 5 مارس سنة 1971. وطبعا كنت في الوقت ده أنا يعني عندي 10 سنين ونص ما أوعاش له تماما، لكن مع الحرص على متابعة النجوم والرموز الثقافية في الإسكندرية، وأنا بطبيعتي في ضمن مؤلفاتي الاهتمام بالسيرة والمسيرة للمبدعين الراحلين خاصة. فوقع عيني على أهمية هذا الكاتب اللي كتب. فوجئت لقيته بيحاصرني، يعني أنا فوجئت لقيت في الإذاعة كل ما أتكلم يقولوا الكمشوشي، الناس القدام يعني. أتكلم مع حد من كبار السن يقول لي كان الكمشوشي بيعمل كذا. قابل أستاذي كامل حسني كان يقول لي أستاذي الكمشوشي، لا ورحل عن دنيانا. فبقيت قلت لا ايه ده، هذا الرجل العملاق. بحثت يعني بقى عن الشخصيه. فبحثت عن الشخصيه يمكن سنوات طوال، وكلمت فيها عدد كبير من اللي جايلوه واللي عصروه. ففوجئت لقيته انه هو محمود الكمشوشي، زجال مهم جدا، كاتب مسجلات زجليه، يعني حوارات متبادله بينه وبين الاخرين في الزجل. الشيء الثاني اذاعه الاسكندريه منذ ان افتتحت في 26 يوليو عام 54 قامت على كتافه، يعني كتب لها التمثيليه الله، والبرامج اليوميه والاسجال والاغاني للمطربين والمطربات، بالاضافه الى الاعداد لشكل الاذاعه ذات نفسه. فاذا اصبح الكمشوشي بالنسبه لي لا ده رائد، وليس بالرائد العادي، ده رائد مهتم جدا. بدات ابحث فوجدت شيء مهم جدا. وجدت ان هو كان على صداقه شديده بمحمود بيرام التونسي. الله. يعني الفرق بينهم في الموت، بيرام التونسي اتولد سنه 1893 وتوفاه الله في 5 يناير 61 بقى 10 سنين. اللي حصل مع 5 يناير 61 الكمشوشي توفى 5 مارس 71، يعني 10 سنوات بالظبط وشهرين فرق ما بين الاثنين، وكانوا على صداقه كبيره. وكان محمود بيرام التونسي وحفيد سيد درويش اللي هو محمد البحر درويش، كان ابن سيد درويش على طول، كان صديق شخصي للكمشوشي. فاذا انا لقيت ان في مثلث رعب، الكمشوشي وصداقه بيرام التونسي رائد الزجل وزجال الشعب الكبير، وبالاضافه الى ابن موسيقار الشعب سيد درويش. يلتقون اين؟ يلتقون في بيت الكمشوشي في الشاطبي. يعني محمود الكمشوشي اتولد في كوم الدكه على فكره. كوم الدكه دي حي في نهايه العطارين كده، ومع يتابع لقسم العطارين. وبيرام التونسي اتولد في السياله في راس التين عندنا في اسكندريه. اذا الله ده كوم الدكه مع السياله في راس التين مع سيد درويش، وكوم الدكه ايضا سيد درويش طبعا ابنه بقى. فكان اللقاء في بيت الشاطبي. بيت الشاطبي للكمشوشي يعتبر بيت الفن. لماذا؟ التقى فيه كبار زجالي مصر. الكمشوشي كان عنوان للإسكندرية، يعني عندما يأتي ضيف يأتي إلى الكمشوشي، محمود الكمشوشي. الفكرة في إيه؟ الفكرة في إنه هو ليس بالرجل الهين، ده كان امتداده بره الإسكندرية. يعني شهرة الكمشوشي بدأت من خارج الإسكندرية. كتب لمين غير إسماعيل ياسين وشكوكو؟ كتب لطفي عبد الحميد المونولوجيست المشهور اللي طلع في فيلم الأستاذة فاطمة حيونا وغنوا معانا. ده احنا نجحنا بجيد جدا، هي أغنيته. الشيء الثاني الجميل إن هو برضه كتب لعباس البليدي. يعني عباس البليدي العظيم ده كتب له المعداوي، وكتب لمطربين ومطربات معظم جيل الأربعينات والخمسينات غنى أسجال ومونولوجات محمود الكمشوشي. طب اشهر حاجه كتبها ايه لشكوكو واسماعيل ياسين؟ اقول لحضرتك، حضرتك عارفاها وتعادت كذا مره باسماء مطربين
كتير جدا. منهم مثلا ايه، جرحوني وقفلوا الاغزخانات، لا قالوا لي ازيك ولا سلامات. الكمشوشي فعلا والله دي جميله جدا. طب في فيلم اسمه حب في الظلام، اخراج حسن الامام، أيوة. فاتن حمامه وعماد ومات حمدي. في فله يا فله انا عطشان وهواكي القله، دي الكمشوشي. افلام شكوكو كلها لا تخلو من اغنيات ومونولوجات الكمشوشي. اسماعيل ياسين اغنيته الشهيره سكر سكر، انا سكر وحياتي سكر، دي برضو الكمشوشي. انا سمعت كمان في الاستاذ طاهر ابو زيد في الاذاعه في تسجيلاته القديمه مستضيف الاستاذ اسماعيل ياسين. فاسماعيل ياسين بيفتخر، بيقول له المونولوج القادم لزجال الاسكندريه محمود الكمشوشي. يعني اسماعيل ياسين من فخره بيذكر الكمشوشي. فاذا هذا الرجل قام على كتافه تاصيل فن الزجل اولا، وكان وقتها الزجل بيراميدز التونسي عمل له ارضيه قويه جدا، وبقى هو السلاح المقاوم كقوه ناعمه للاحتلال الانجليزي. الكمشوشي دخل بس هم كانوا عشان ايه، انا عايزه افتكر، هل كانوا قبل مرحله درويش يعني قبلها بشويه ولا نفس المرحله؟ يعني انت بتتكلم عن من 19 هقول لحضرتك احنا نقوله سيد درويش اتولد 1892 تمام، وتوفى 1923 عن عمر 31 سنه ونص. ايوه بيرم التونسي ابن السياله اللي هو جار سيد درويش اتولد 1893 بعد سيد درويش بسنه بس عاش فتره اطول. 5 يناير 61. الكمشوشي 1915. اذا الفرق بينه وبين بيرم 22 سنه عمر، لكن كان صديق له وجاي له يعني قعد معاه في الجيل بتاعه فتره. بنى شهرته الكمشوشي وهو صغير، لانه كتب وهو عنده 18 سنه. اول مجموعه زجل صدرت له او اذيعت كان في مجله زمان ما حضرناهاش انا وحضرتك، اسمها النهار سنه 37. وبعد 37 راحت المطرقه نشرت له، المطرقه جريده اسمها المطرقه كانت بتهتم بالزجل. والمعلومه الجديده بقى سنه 37 1937 كان في مجله اسمها الراديو والبعكوكه. الراديو كان الراديو هو الموجود، بس سنه 34 افتتح الراديو طبعا. فنزلت مجله زجليه فكاهيه اسمها الراديو والبعكوكه، اللي بعد كده اصبحت البعكوكه بس. بقت البعكوكه. ايه البعكوكه دي؟ يعني البعكوكه دي اسمها البعكوكه، كانت بتلم الاسجال والمسجلات الزجليه والنكات الضاحكه الفكاهه ما بين زجالي مصر كلهم. كان بيكتب فيها مين؟ الكمشوشي رقم 1، وكان اكبر زجال فيك يا مصر يتلاشى ألم الكمشوشي. يقول لك اوعى تيجي جنب الكمشوشي لان ده كرباجه لاذع. يعني عفوا في اسجاله يقول الالفاظ الحاده جدا، الشرب جدا، الحاده القاطعه، فيتلاشاها حتى الساعي زجال بورسعيد كان مشهور بشدته، كان يتلاشى الزجال الاسكندريه محمود الكمشوشي. الشيء الثاني ان المسجلات كانت بتجمع ما بين محمود الكمشوشي وشاعر اسمه محمد علي احمد، اللي ملحن لعبد الحليم، اللي مؤلف لعبد الحليم حافظ لحن الوفاء، وعلى قد الشوق اللي في عيوني يا جميل تسلم. الاغنيه الشهيره دي محمد علي احمد، وبين شطين وميه عشقتكم عينيا. الله، كل دي محمد علي احمد. محمد علي احمد كان ضابط في مرور الاسكندريه، كان ضابط في مرور الاسكندريه، فتعرف على الشاعر احمد السمره وتعرف على الشاعر محمود الكمشوشي، وصارت بينهم صداقه وطيده جدا، يعني عميقه جدا ومحبه جدا. كان محمد علي احمد لما ينزل اسكندريه يبات عند الكمشوشي، وكمشوشي لما يبقى في القاهره سواء بيبات في اقامته العاديه او عند محمد علي احمد. مبدعين اسكندريه كتير جدا. احنا قلنا 3 اسماء تخض، يعني قلنا عايزه اقول ايه، فنان الشعب سيد درويش، قلنا بيرم التونسي الشعب سيد درويش فنان وموسيقار وكل حاجه طبعا، الشعب وزجال الشعب بيرم هذا الرجل العظيم، وزجال الشعب اللاذع اسطوره الزجل الكمشوشي. لها حكايه دي. ليه تسمى اسطوره الزجل،
وكمان عايزه اتكلم عن مبدعي اسكندريه، يعني مبدعي اسكندريه كده نلقي الضوء عليهم لانهم كتير. يعني بنتكلم عن معرض الكتاب، عندنا طبعا المبدع ربنا يديله الصحه يا رب استاذنا ابراهيم عبد المجيد. طبعا لكن النهارده كان عنده ندوه جميله كان قوي عنده ندوه النهارده جميله، مبدع ده من الحقيقه. اساتذتنا الكبار طبعا واخ اكبر ليا يعني. طبعا. ومين كمان من مبدعين اسكندريه حابب انك تكتب عنهم او حتى كتبت عنهم؟ ده كتبت عنهم يا استاذ نهادي. انا هقول لسيادتك حاجه كويسه. اولا حضرتك فكرتيني بقوله لاستاذي احمد السمره الشاعر الكبير اللي مؤلف عديني يا معداوي واديك ريالين فضل عباس البليدي وصحبه الورده لعبد الحليم حافظ. كان له قوله يعني تاكد كلام حضرتك الان، اللي هو ايه؟ اسكندريه المشتل او البستان اللي بيتزرع فيه الورد، والقاهره السوق اللي بيتباع فيه الورد. الله، ده تاكيد لكلام حضرتك ان ليه انتوا كتير في اسكندريه، بس يعني مش ده طالع من عندنا موسيقار الشعب سيد درويش، وطالع من عندنا زجال الشعب بيرم التونسي، واسطوره الزجل محمود الكمشوشي، ومحمد عبد الله حسن محمود اللي مؤلف لشكوكو ايضا من اسكندريه. زجال كان كبير لان الشكوكو على فكره. في نقطه قبل ما اتكلم عن مبدعي اسكندريه في ايجاز، شكوكو على قد الشكل اللي انت بتشوفيه ده اللي هو رائد الاراجوز ومسرح العرايس طبعا الرائد، وكان بيعمل الاراجوز بنفسه لانه كان نجار اساسا. أيوة. شكوكو أيوة. ما كانش بيرضى يغني لا مونولوج ولا مونولوجيست ولا اغنيه خفيفه من اي حد، ده كان بيدق جدا طبعا. ولو اجاز شكوكو لحد اغنيه او مونولوج يبقى يا حظه الجميل. فكان من ضمنه بقى اللي راكب بقى على كل دول وكلمته مسموعه كان زجالي الاسكندريه. من هنا جاي اسمه الاسطوره. الزجالين بقى على مستوى مصر مع هيمنته في المطرقه والنهار والبعكوكه والاسجاله اللذيعه جدا والكل بيخاف منه، فسموه اسطوره الزجل. حتى بيرم ضمن على هذا الاساس وحفيد سيد درويش. بالنسبه لحركه الزجل في الاسكندريه خاصه، الاسكندريه في جميع المجالات، في جميع المجالات طبعا واي محافظه، لكن اسكندريه خصوصيه في الزجل، هي رائده فن الزجل. لماذا؟ عبد الله النديم خطيب الثوره العربيه ده طلع من كفر عشري عندنا واتربى في بحري، وراح رايح على طنطا عمل المسجلات الشهيره جنب السيد البدوي، وانتقل منها للقصر الملكي في القاهره، واشتهر بمسجلاته الزجليه اللاذعه جدا اللي هي الادباتيه، واخترع الوزن الجديد اللي هو مستفعل فعل فعلان شرم برم حال يا غلبان، اللي هو ايه؟ اللي هو ايقاع جديد في فن الزجل. ومن هنا عبد الله نديم. طب ما عبد الله نديم اتولد سنه 1842 وتوفاه الله سنه 1896 عن عمر 54 سنه، بعد نفي وغربه وتشريد، مرحله مبكره عنهم شويه. وكان واحد من زعماء الحركه الوطنيه مع احمد عرابي وخطيب الثوره العربيه وصاحب العروه الوسطى والجمعيه الخيريه الاسلاميه، وواحد من زعماء التنوير اللي طلعوا على ايد جمال الدين الافغاني في قهوه متاتي عندكم في القاهره، مش كده؟ وفي العتبه. وكان جمال الدين الافغاني يقعد ويعني يشرب الشيشه بتاعته وبايديه الشمال يوجه تلامذته. مين تلامذته؟ تلامذته سعد زغلول، محمد عبده، الشيخ محمد عبده، قاسم امين، وزي ما قلت لحضرتك هؤلاء الكوكبه العظيمه جدا اللي ممكن نقول عليها حركت. وعبد الله النديم، اللي هو خطيب الثوره العربيه. ايوه. عبد الله النديم من عندنا في الاسكندريه من كفر عشري، يعني حته وعبد قرب الله الابدان. في مدارس كتير في حيره واسكندريه باسمه. ده علم. بس هو الفكره في ايه؟ ان انا باكد لحضرتك ليه احنا خصوصيه الزجل بالذات، لان الزجل ابن الاسكندريه. يعني لما نقولوا فن الواو ابن قنا وقوس وسعيد مصر، ده حقهم. ابن عروس اتولد هناك وعلى ايده هذا الفن اللي هو فن الواو من بحر المكتس، ده بينسب لابن عروس. لكن احنا عندنا في الزجل في الاسكندريه ينسب لعبد الله النديم ومن بعده بيرم. ده سؤالي بقى لو هنتكلم بشكل تكنيكال شويه، هو ابن عروس عمل لنا فن الواو والمربعات واللي بنتكلم عنه وليه خصوصيه في صعيد مصر. نعم. ايه الفرق في الايقاع او في الشكل ما بين فن الواو وما بين الزجل كبحر شعر او كتقسيمه شعريه؟ يعني بسيطه جدا. الشكل الفرق من حيث الشكل والمضمون. بمعنى ايه؟ ان فن الواو ابن عروس كتبوا على وزن بحر اسمه المكتس مستفعله مفعولاته،
فبتبقى ايه، جددت حبك ليه، مستفعل فعلان، مستفعل فعل، كل هذا بحر مكتس. واللي بيكتب فيه بيبقى عباره عن دو بيت يعني بيتين، دو بيت يعني اتنين، دو يعني اتنين. أيوة. بيتين بيبقوا 4 شطرات، وبينهي ويعني ايه وهكذا. اشطر بتبقى في وتسمى الهجاء. الواو لانه بيبدا بالواو، يعني هو لا السبب مش لانه بيبدا بالواو بس، ده كان ابن عروس في وقت كان فيه الجبايه والضرائب والسلطه المحتله الظالمه الغاشمه. أيوة. فكانوا بيقبضوا على الناس اللي ما يدفعوش الاتاوات. فتحول ابن عروس من ابن وطني جدا لمقاوم للسلطه الظالمه، وبقى قاطع طريق، تحول الى قاطع طريق ومقاوم للاحتلال ده والسلطه الظالمه. ومن هنا سموه مجرم، اعتبر مجرم قاطع طريق، وكان بيحتمي في الجبل. وبعد ذلك بقى يخترع الدوبيت ده اللي هو البحر المكتس، يقاوم بيه المحتل ويبين فجاعته ويبين ايه اللي هو ايه، لابد عن يوم تترد فيه المظالم، ابيض على مظلوم، اسود على كل ظالم. هي بتاعته، فكان بيقاوم بيها المظلوم. فكان بياتي، كان هو بقى ليه سموه فن الواو؟ لان لما كان الشاعر يجي يقول الرباعيه اللي هو الدوبيت دي من بحر المكتس بيقاوم بيها المحتل، فيخاف يقول اسم الشاعر، فيقول قال الشاعر كذا يعني يكمل بكلمه عشان ما يذكرش اسم الشاعر، ما يقولش اسم الشاعر. فسمى فن الواو، يعني بنعطف على تصور دي معلومه جديده بالنسبه لي. الدوبيت ومن كده يعني انا عندي ديوان ابن عروس كامل وكاتب فيه مقالات. وهذا العظيم جدا اللي احنا حتى بعد من القرن ال17 وحتى الان امتداد اعماله العظيمه جدا، وبياخذ منها الكتاب الكبار جدا تتلمذوا على ايده. طبعا ده ابن عروس. طب ايه الفرق ما بين بقى فن الواو؟ فن الواو نوع من انواع الزجل، نوع من انواع الزجل، هو نفس ايقاعاته، ولكن الفرق في ايه؟ ان فن الزجل على العموم اللي كتبه عبد الله نديم وبيرم ومقاوم للاحتلال، لكن ابحوره مختلفه. يعني لدرجه ان هو شبه الله نديم اخترع الوزن بتاع بحر الزجل، مستفعل فعل فعلان، اللي هو شرم برم حالي غلبان، مش كده؟ جه بيرم من بعده جدد في ايقاعات فن الزجل. ده سؤالي لسه بقى لحضرتك، هو الكمشوشي وبيرم التونسي لما تيجي تقول ان هم بينتموا للزجل، البعض يستغرب جدا، طب ازاي؟ يعني اللي كتب الزجل والكلمات الجميله والبسيطه لشكوكه زي القلب يعشق كل جميل مثلا، ولا دي مش، ولا دي هنطلعها بره الزجل؟ لا دي زجل، معقول؟ هي زجل بس زجل. هو انت حضرتك بتقول انت حليت المشكله. الفكره مش في الشكل، الفكره في الموضوع. يعني لما يقول لواحد، واحد بيقول لواحد انا بحبك، زي ما اقول لواحد انا هقتلك، ما الاثنين كلمتين عاميه، انا بحبك وانا هقتلك، الاثنين كلمتين، لكن المضمون ايه؟ دي جريمه ودي عاطفه او شيء جميل مشكور. فاذا الفرق في المضمون، لكن القالب هو الوزن واحد. ولما اقول القلب يعشق كل جميل زجل، بس زجل ايه؟ بيحمل سمات الدين الجميل وحب آل البيت وحب الكعبة المشرفة وزيارة الحج ووصف مكة المكرمة، ولكن بالزجل يعني ايه؟ يعني باللهجة العامية، بالمفردات الزجلية الجميلة، بالصور الزجلية اللي تتناسب مع المستمع العادي جدا في استماعها، بإيقاعات فن الزجل. انما بقى بالنسبه للتجديد في بحور الزجل يسمح بتجديد ايقاعاته، ويقول لك صاحب 1000 وزن ليس بزجال، يعني صاحب 1000 وزن ليس بزجال، من حق الزجال يخترع ايقاعات جديده ويتكلم على ضوءها. ومن هنا كانت اهميه الزجل اللي قدر بيرم التونسي وابو بثينه من خارج الاسكندريه، اللي هو مؤسس جمعيه المؤلفين وكتاب الزجالين وكتاب الاغاني، مؤسسها ابو بثينه. نجد ان بيرم التونسي بعد كده لما اسس لفن الزجل، جاء بقى تلامذته، ومنهم اللي مجايلين له الكمشوشي والساعي في بورسعيد والسيد عقل في الاسكندريه. يعني السيد عقل الزجال خطير، كان صديق شخصي، كان له محل حلاقه كده في الحضره. طب ما تيجي نسمع الكمشوشي وهو بيتكلم في الزجل، ونرجع نكمل كلامنا عن الاسكندريه وحكاياتها الجميله بعد الفاصل. خليكم معانا. ما افتكرش بقول فيه بيحب يغلب ولا يبغى
يشتم ولا ينشتمش، وعاوزني أحبه واستنى جنبه وأفضل في قلبه. لا ما افتكرش. بيحب ياخد ما يدينيش، وبيخاصمني لو ما معيش، ولو معايا يرمح ورايا، ودي عادة وحشة ما تأخذنيش. يقطعني يعني أنا ما انقطعش، الإقطاعية في الحب غش، وعاوزني أحبه واستنى جنبه وأفضل في قلبه. لا ما افتكرش. بيحب نفسه فقط لا غير، لا سلوك في دمه ولا حسن سير ولا إنسانية ولا مفهومية، واللي يحبه ما يشوفش خير. وقت الشرايب ما بيتعاونش، غدار وخاين ما يتأمنش، وعاوزني أحبه واستنى جنبه وأفضل في قلبه. لا ما افتكرش. حبيبي أعوج مش مستقيم، وغلبت أقول له خليك كريم، لكن ملاوع ومش مطاوع، ونظام غرامه نظام قديم. أفكاره بايتة ما تنهضمش، وهو راخر ما ينخدمش، وعاوزني أحبه واستنى جنبه وأفضل في قلبه. لا ما افتكرش. هل زجل استاذ جابر مرتبط بطبيعه اسكندريه؟ طبعا. يعني مثلا احنا بنقول الصعيد ليه بنقول لواو ابن عروس؟ لانه دايما حتى نقول الشخصيه الانسان في الصعيد يحب قوي، يحزن قوي، عنده فكره التعبير عايزه اقول قوي عن عاطفته في الحب او الحزن عشان الجو. اسكندريه بقى الجو ليه علاقه بالزجل، طبيعه الحياه، طبيعه الناس ليها علاقه بتاسيس فن الزجل، او انه هي ليها الفضل بشعرائها ومبدعيها في تاسيس هذا الفن. طبعا البحر باليود بتاعه وكميه اليود اللي بتسبب الثوره والهيجان في الجينات والتأجج. الموج كل شويه بتجدد. يعني انا سايب اسكندريه غرقانه دلوقتي في نوة، هروح الاقيها صافيه جدا. فهو كل يوم في حال. الاسكندريه متأججه ومشتعله بفعل الموج بيجدد اسكندريه. دي بيأثر في الزجال، بيأثر في الشاعر، بيأثر في المبدع. لكن في الزجل بخاصه. لماذا؟ لان الزجل بطبيعته اخترع في بدايه ابو بكر بن قزمان، اخترعه في بدايه القرن ال17 نتيجه احتياج المجتمع للثوره على قوالبه الثابته والمعتاده. فكان لازم يظهر فن جديد يعبر باللهجه العاميه غير الفصيحه عن موضوعات جديده في المجتمع ينبذها ويرفضها الانسان. فكان الزجل اذا ماهيه الزجل او وظيفه الزجل الهجوم والسخريه والتهكم وابراز الاشياء غير المحبوبه او غير الممدوحه، والبساطه في الاسلوب. البساطه عشان يوصل لا هو انسان بسيط، هو حياته بسيطه في اسكندريه، خارج التعقيد اللي احنا فيه في القاهره ده. يومه بسيط، حياته بسيطه، فده بينعكس على كتابه الزجل يعني. بالظبط. وذاك الكمشوشه ايه اللي نجح الكمشوشه عشان نقعد له في البرنامج؟ على فكره صوته جميل جدا. ده صوته. الكمشوشي وصل للشارع ازاي؟ في القاهره وفي اسكندريه اخترع برنامج اسمه حميدو. ولذلك يقول لك ايه وانت عامل ابو حميدو؟ حميدو دي شخصيه اسكندريه اخترعها محمود الكمشوشي في الاذاعه. قعدت حوالي 10 سنوات في الاذاعه، كل يوم حلقه. اخراج بقى خالد منيب وعبد الحي شحاته، وكان المذيع الكبير صابر مصطفى رحمهم الله جميعا، وكان بيتعاونوا معاه. حصل ايه؟ حصل ان المواطن العادي في اذاعه الاسكندريه الاقليميه التي افتتحت في 54 بقى ماشي في الشارع كل شيء ما عجبوش، لان البرنامج كان بينتقد المظاهر السلبيه والاوضاع الاجتماعيه المنبوذه في الواقع. ايوه. فكان بقى المواطن العادي يسمع اذاعه اسكندريه، وكان ايه ما كانش لسه التلفزيون ظهر سنه 60. التلفزيون بدا 60. فكانت الاذاعه 54 والمواطن مرتبط بيها. فكان حميدو يجي البرنامج تاني يوم الشارع كله يقول محمود الكمشوشي الف حميدو كذا، لدرجه انه سموا الكمشوشي ذات نفسه حميدو. يعني هو اخترع برنامج حميدو لانتقاد الواقع. الكمشوشي من ضمن الاشياء الجميله فيه انه كان مدير انتاج
في مصنع فارتا اللي هو كان قطاع عام دلوقتي، اللي هي شركه ورق كبيره جدا. أيوة. كان دقيق جدا. الجميل ايه بقى؟ ان هذا الرجل كان امين جدا، وكان عنده مكتبه في البيت، ولما يدخل يكتب خلاص بقى يعني محدش يدخل عليه. امهات الكتب ممكن ابنه الاستاذ مجدي ربنا يكرمه، وهو اللي ساعدني كتير في مدي بمعلومات واعمال هو وكده. كمان واقعة وفاته كانت غريبة شوية. استاذه والله يعني اتوقف ازاي؟ ده رجع من المصنع هو مدير انتاج، عنده 56 سنه الا شهور. رجع اتناول طعام الغداء بتاعه وقاعد مات وقاعد موت الفجأة. الواقع كان وقتها سنة 71 محافظ الإسكندرية ممدوح سالم الذي أصبح رئيس وزراء بعد أن كان وزيرا للداخلية بعد ذلك. من شهرة الكمشوشي واندهاش الوسط الثقافي على مستوى مصر، حتى المسؤولين السياسيين اندهشوا. كان وقت محمد أنور السادات الزعيم الراحل، فأطلقوا اسمه فورا. كان قرار خطير، كان اللي يتسمى باسمه شارع دي حاجة كبيرة جدا. فاطلقوا اسمه على شارع في حي السيوف باسم محمود الكمشوشي اللي هو ايه، والزجالين كلهم في السيوف، واليافطه موجوده. وعدد كبير جدا من الزجالين طالبوا بجمع اعماله لكن لم تجمع ولم يصدر. ده اول كتاب يبقى مصدر للكمشوشي رحمه الله. انا بشكرك شكرا جزيلا. اي حاجه كده بتجينا من هوا البحر تبقى حاجه حلوه، حاجه جميله. بشكرك شكرا جزيلا كاتب جابر بسيوني، نورتنا. وكل يا رب معرض وكل سنه وكل مبدعينا طيبين. اشكرك. بشكر حضراتكم واشوفكم ان شاء الله الجمعه الجايه على خير. تصبحوا على الف خير.